الطوارئ في المدرسه. برضه دي عايزه نظر من مديريه التربيه والتعليم. بالنسبه لمدرسه اهل التجنيد، اهل التجنيد اتسرعوا في الارض وخدوا الموافقات، ومن 2005 لحد النهارده مفيش اي اتخاذ اجراءات فيها. بالنسبه للعماله الخدمات المعاونه في المدارس كلها. خدمات المعاونه كلهم احنا كنا معينهم كمعوقين في سنه 98. كل الناس الاصحاء كلهم اصبح النهارده كل مدرسه عامل او اثنين، يا اما ضعيف النظر او عنده رجل مكسوره او عنده شلل اطفال، مفيش عماله في المدارس نهائي. اولا. ثانيا، المدارس النهارده لحد النهارده في مدارس ما استلمتش الكتب لحد النهارده. بيفصلوا التلاميذ، في تلامذه بتبقى مرضى عايز جواب تامين صحي او جواب وحش في البيت، وده حصل في المدرسه المحلي في مرحله الاعداديه، ورفضوا يدوا الجواب عشان ما دفعش المصاريف. ثالثا، بالنسبه للمرض المنتشر اليومين دول في اللي هو الملتحمه، ما هي الاجراءات التي اتخذتها مديريه التربيه والتعليم والغربيه اداره الغرب واداره شرق لتلافي هذا الموضوع؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الاستاذ رئيس المجلس، السيد الاستاذ رئيس المدينه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرسه بريك الحجر الابتدائيه تم الحاقها بالمدرسه الاعداديه تمهيدا لاقامتها وانشائها. الكلام ده من 3 سنين. جم هيئه الابنيه عملوا اجراءاتهم وعملوا جلسات، والى الان مفيش حاجه تمت. انا عايز اسال مسؤول هيئه الابنيه، هل هو شغال على خطه محطوطه بيمشي عليها بنظام معين، ولا شغاله يعني القصه معاهم شغاله ازاي؟ نيجي بقى المدرسه الاعدادي اللي راحوا لها تلامذه الابتدائي. المدرسه الاعدادي دي داخله جوده. الجوده دي المدرسه لازم يتوفر فيها كل حاجه، لا المدرسه الاعدادي بلا دوره مياه ولا سور. الفصول طبعا كان المدرسه الاعدادي مبنيين، تم ازاله مبنى لعدم الصلاحيه، الكلام ده من 3 سنين. فهم بيحضروا الابتدائي والاعدادي بيحضروا فترتين في مبنى واحد. الاعدادي 3 فصول مفيش مشاكل، هيحضروا 3 فصول، لكن الابتدائي 6 فصول، لدرجه انهم بيحضروا في مكتب الوكيل، مكتب المعمل، تلاقي فيه طلبه فصول حاضره فيه. فانا عايز الاستاذ رئيس اداره شرق، مدير اداره شرق، يزور مدرسه بريك الحجر الابتدائيه ويشوف دوره الميه اللي فيها، ويشوف وضع المدرسه، ويشوف الاساس اللي في المدرسه. وشكرا.